بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نستأنف حديثنا عن الأحداث التي وقعت في شهر يناير في تاريخ مصر، وسوف نتحدث عن العناصر الآتية: قيام انتخابات نزيهة بعد الإفراج عن سعد زغلول، قيام حفل زفاف الملك فاروق على الملكة فريدة، الأحداث التي وقعت في شهر يناير من عام 1952 ميلاديا، تطويق قوات الاحتلال البريطاني مبنى محافظة الإسماعيلية وسكانات بلوكات النظام، حريق القاهرة. قيام انتخابات نزيهة بعد الإفراج عن سعد زغلول. في يناير 1924 ميلاديا قامت انتخابات نزيهة وحرة بعد الإفراج عن سعد زغلول وزملائه، وإطلاق تصريح 28 فبراير وصدور دستور 1923 ميلاديا. وأسفرت الانتخابات عن فوز الوفد بزعامة سعد زغلول باكتساح. وشكل سعد زغلول أول وزارة يرأسها مصري من أصول ريفية، وسميت وزارة الشعب، وهي الوزارة الوحيدة التي شكلها سعد زغلول، ولكنها لم تستمر كثيرا بسبب حادثة اغتيال سيل ستاك. اضطر بعدها سعد زغلول للاستقالة لرفضه لمطالب الإنجليز، وكاد سعد زغلول يتولى رئاسة الوزراء مرة أخرى لولا أن بريطانيا هددت باحتلال كل مصر، حيث أنها انسحبت من بعض المناطق بعد تصريح 28 فبراير، وقامت بالفعل بإرسال قطع بحرية تجاه شواطئ اسكندرية في مظاهرة تهديدية. فقرر سعد زغلول التخلي عن الوزارة حتى لا يعرض مصر لنكبة أخرى مثل عام 1882 ميلادية. وبعدها بثلاث سنوات توفى سعد زغلول في 23 أغسطس عام 1927 ميلادية، وخلفه مصطفى النحاس في زعامة الوفد. حفل زفاف الملك فاروق على الملكة فريدة. وفي 20 يناير 1938 ميلاديا أقيم حفل زفاف الملك فاروق على الملكة فريدة. والملكة فريدة اسمها الحقيقي صفيناز سعيد ذو الفقار. وأنجب فاروق من فريدة ثلاث بنات هن فريال وفوزية وفادية، وتم الطلاق بينهما في 19 نوفمبر 1948 ميلادية بعد زواج دام 11 عاما. ثم تزوج فاروق بنريمان وأنجب منها ابنه الوحيد أحمد فؤاد. الأحداث التي وقعت في شهر يناير عام 1952 ميلادية. كانت بداية هذه الأحداث مع مولد أحمد فؤاد، حيث صاحب مولده احتفالات في القصر الملكي ومجاملات من الحكومة لا تتفق مع المناخ العام في الشارع المصري الذي كان يغلي كالبركان بعد قيام حكومة النحاس بإلغاء اتفاقية 1936 ميلادية، وهو ما يعني أن الوجود العسكري البريطاني في منطقة القناة أصبح غير شرعي. فنشطت العمليات الفدائية الذي كان يكون معظمها الطلبة والعمال ضد معسكرات الإنجليز في القناة، ولكن قوات الإنجليز ردت على عمليات الفدائيين بكل عنف ضد الأهالي بتهمة إيواء الفدائيين. اتسعت عمليات الفدائيين ضد القوات الإنجليزية في الإسماعيلية، وقامت القوات البريطانية بمهاجمة قرية صغيرة هي كفر أحمد عبده في الإسماعيلية وسوتها بالأرض، لأن الأهالي رفضوا تسليم الفدائيين للقوات الإنجليزية. وتطور الأمر إلى معارك بين الجيش البريطاني وبلوكات النظام الذي حاول حماية الأهالي من بطش الإنجليز. تطويق قوات الاحتلال البريطاني من مبنى محافظة تطويق قوات الاحتلال البريطاني مبنى محافظة الإسماعيلية وثكانات بلوكات النظام. وفي 25 يناير 1952 ميلاديا وصلت الأمور لذروتها عندما طوقت قوات الاحتلال البريطاني مبنى محافظة الإسماعيلية، وطالبوا الجانب المصري بتسليم كل أسلحة البوليس واحتلال مبنى المحافظة ورحيل كل القوات خارج الإسماعيلية. رفض قائد بلوكات النظام أحمد رائف بتسليم أسلحته، وصمم على الدفاع عن مبنى المحافظة، وتحصن مع قواته داخل المبنى وثكناته. وأعطى قائد القوات البريطاني الضوء الأخضر لقواته، فقامت بدك مبنى المحافظة وثكنات بلوكات النظام بالمدفعية ونيران دبابات. وحصدت نيران الرشاشات أرواح جنود البوليس المصريين، فقتل منهم 50 شهيدا وأصيب 80 وأسر الباقي. وكانت خسائر القوات البريطانية 13 قتيلا و12 جريحا. ذلك اتخذت الشرطة المصرية هذا اليوم من كل عام عيدا قوميا لها، تخليدا لذكرى وقفة الشرطة أمام وقفة الاحتلال. حريق القاهرة. ومع أن وصلت هذه الأخبار المفزعة إلى القاهرة
في صباح اليوم التالي 26 يناير، حتى تحول هذا اليوم إلى يوم أسود في تاريخ مصر، يوم حريق القاهرة. بدأت المأساة في 2 من صباح ذلك اليوم بتمرد عمال الطيران في مطار القاهرة، ورفضوا شحن مهمات الجيش الإنجليزي وتفريغها. تبعها تمرد بلوكات النظام تضامنا مع زملائهم الذين قتلوا في الإسماعيلية. تم زحف المتظاهرون تجاه الجامعة، وتضامن معهم الطلبة، واتجهوا إلى مبنى رئيس الوزراء مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وإعلان الحرب عليها. فأجابهم عبد الفتاح حسن وزير الشؤون الاجتماعية بأن الوفد يرغب في ذلك ولكن الملك يرفض. فقصد المتظاهرون قصر عابدين، وانضم إليهم طلبة الأزهر، وتجمعت حشود المتظاهرين الساخطين على الملك وأعوانه والإنجليز. ومع أن انتصف اليوم حتى بدأت الشرارة الأولى للحريق من ميدان الأوبرا، وانتشرت النيران في فندق شابرت ونادي السيارات وبنك باركليز وغيرها من الأماكن والملاهي الليلية التي ارتبطت بارتياد فاروق لها، والمؤسسات ذات العلاقة بالمصالح البريطانية. وسادت الفوضى وأعمال السلب والنهب، وقتل 12 شخص، ودمرت النيران ما يزيد عن 700 مكان. ويختلف المؤرخون عن من يكون وراء حريق القاهرة في ذلك اليوم، فهناك من يقول أن الملك فاروق كان وراءها ليتخلص من وزارة النحاس باشا، وهناك من يقول الإنجليز، وذلك للتخلص أيضا من وزارة النحاس التي ساءت علاقتها بها بعد إلغاء معاهدة 1936 ميلاديا، وهناك من يقول حزب مصر الفتاة والإخوان المسلمين. وإلى اللقاء في الموضوع القادم بإذن الله. شكرا.